قالوا الأهل حديد غنوها زمان، واحنا ورا الأهلي ورا في كل مكان. ماتش الجاي عندنا ماتشين. امبي الموسم ده بيقدم اداء سيء جدا، ولا في استقرار فني، وحتى في نتائج وحشه جدا. امبي لعب امبي في المركز ال13، لعب بعد شهر ماتش، فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر في 7، وليه 21 جون ودخل في 23، وهو تاني اضعف خط دفاع بعد النصر التعدين. عدم الاستقرار الفني الفترة اللي فاتت ما بين اللعيبة وعلاء عبد العال ده أدى بسبب هبوط، يعني فريق انبي مش هبوط طبعا في الدوري، لا هبوطه في النتائج. حتى آخر 8 ماتشات محققوش 3 نقط بس. استقرار فني واستقالة علاء عبد العال وتولية طارق العشر. طارق العشر أنا بحيزه إن هو يعتبر من أحسن مدربين في مصر، مدرب عنده فكر، وإن شاء الله يقدم أداء مستوى جيد جدا مع نادي انبي. عنده فكر عالي جدا، وإنبي ممكن يعود تدريجيا مع توالي الماتشات. من أرقام الفريق نعرف إن الدفاع في وادي، الهجوم في وادي تاني خالص. عنده مشكلة كبيرة جدا، اللي هو مفيش ربط ما بين خط الدفاع وثنائي الارتكاز أو حتى الرباعي الأمامي. خط الدفاع إنبي مختلط من الدفاع والأطراف، مفيش تجانس ما بين لاعب ولاعب، ودايما بيقفوا في حتة والمهاجم في حتة تاني. يعني الدفاع بتاعه ممكن يتضرب في ثانية، وده طبعا مع توالي الهجمات مع النادي الاهلي نقدر يخترق الدفاعات، والاهلي ان شاء الله يسجل ونخلص الماتش باحسن سكور ونخلصه مش علينا، ونيجي في اخر دقيقه زي ماتش سموحه ونخلصه في اخر دقيقه، مع ان ماتش سموحه صعب جدا. وكمان الظاهرين بيبدلوا كل ماتش دايما بنلاقي ظاهرين مختلفين، وده دايما بيؤدي الى اداء مختلف، لان انت بتلعب اتنين كل ماتش متعرفش ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. لو جينا بصينا على نقطة قوة نادي انبي بتتكون من تلت الأمان، سواء من صلاح عاشور اللي هو أصلا لعبه بيشبه زي عبد الله سعيد جدا، لاعب عنده فكر وبينقل الملعب بشكل كويس جدا، وإن شاء الله الأهلي يضغط عليه بسعد، واحتمال كبير أوي محمد نجيب هو اللي يبدأ بعد إصابة حجازي. معاهم كمان ظاهرين الملعب بيكونوا أو محمود قاول أو حتى محمد باسيل. أخطر أو من أخطر مهاجمين مصر عمرو مرعب لو اتكلمنا عنه، عمرو مرعي يقدر يعدي 1 على 1، عنده السرعة وعنده البدن بتاعه عالي جدا، ويقدر يجيب لك جون من أي حتة. يعني مثلا لو جسمه مايل يقدر يشوط، وجابها في كذا ماتش، جابها قبل كده في ماتش الزمالك. بس أنا بقى علي لطفي يعتبر هو الحارس الأساسي اللي بيلعب في ماتشات إنبي. علي لطفي أخطار بتاعته اللي هو عايز تسديدات، التسديد بتاعه هو اللي ينفع على علي لطفي. طبعا بيبقى واقف جيد جدا في التمركز، طبعا لو في اي عرضيه ممكن تيجي برضو منه، عشان كده كل الفرق اللي بتلعب قدامه بتشوت. برضو في لاعب برضو خطير جدا هو ماريو مارتينيز، اللاعب الهندوراسي اللي ممكن طارق العشري يبدا بيها اساسي وحتى ينزله بديل. اللاعب ده بيعرف يشوت، بيعرف يعمل اسيستات، عامل زي احمد الشيخ كده، لاعب خطير، لاعب بيمتاز بالمهاره ولاعب بيمتاز بالسرعه، عامل زي كده زي وليد سليمان، يقدر يعمل لك اي حاجه علشان فرقته تتقدم. تشكيلة الأهلي بقى اللي نفسي الأهلي يبدأ بيها: إكرامي حارس مرمى، خط الظهر من يمين لشمال محمد هاني باك يمين، وعلى الشمال علي معلول، قلبي دفاع محمد نجيب وسعد سمير، طبعا بعد غياب أحمد حجازي. نص الملعب يتكون من أحمد فتحي وحسام عاشور، أو حسام غالي وحسام عاشور وأحمد فتحي يرجع باك، محمد هاني يبقى بديل. 3 تحت المهاجمين، على اليمين وليد سليمان، وعلى الشمال مؤمن زكريا، في القلب عبد الله السعيد، تحت مهاجم وحيد مروان بس. والتبديلات: نزول كريم نيدفيد، ونزول مؤمن زكريا، ونزول صالح جمعة من اللعيبه اللي تقدر تخلص لك الماتش، لاعب عنده فكر، لاعب يعمل لك الاسيست من لمسه واحده ويقدر يخلص لك الماتش. يا ريت حسام بدري يفكر فيه الماتش الجاي، او حتى يبدا اساسي وراه عبد الله، عشان الماتشات الجايه عندنا انبي والخصم والمختلط، ان شاء الله نقدر نعدي الماتشات دي بسلام وناخد ال9 نقط من 3 ماتشات. ولما نخلص ماتش الزمالك ان شاء الله الاهلي هيقعد ال10 ايام دول، اللي هو من الخميس للخميس، عشان يلعب الزمالك، والزمالك يلعب المؤجلات. طبعا اول ما نخلص ماتش الزمالك وهو يوم الخميس ان شاء الله نخش بقى على كاس السوبر، وان شاء الله الاهلي فوق جميع، ان شاء الله نقدر نخلص الماتش ده اللي هو 3 ماتشات الجايين بنتيجه واداء عالي جدا. حسام البدري ان شاء الله يقدر ياخد لنا كمان دوري وكاس وافريقيا وسوبر، وان شاء الله الاهلي يقدر يرجع امجاد زمان ويجيب البطولات دي يا رب. ده كان تحليل ماتش الاهلي
وإنبي الجزء الأول. طبعا الجزء الأول بنزله قبل الماتش وجزء تاني بعد الماتش، إن شاء الله الأهلي هيفوز. طبعا أنا عامل صفحتي على الفيس عمر زهران، عامل التوقعات بتاعته، خش اتوقع وشوف وهنزلها إن شاء الله في الجزء التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان واسع واخضر اسمه